اوعى في يوم من الايام تفتح اعلان ممول من غير ما تكون عارف كل حاجه عن الناس اللي انت هتفتح لهم الاعلان الممول، لان بناء على الشريحه اللي انت ناوي تخاطبها، سواء عمرها، سواء هم بنات ولا اولاد، سواء منطقه سكنهم، سواء مستواهم الاجتماعي، كل الكلام ده انت لازم تبقى عارفه، لان هيختلف طريقه تصويرك للمحتوى. لما تيجي النهارده اكيد تكلم حد كبير في السن غير لما تكلم حد سنه صغير. لما تيجي تكلم فئه كلاس A في المجتمع عايزين ناخد منهم فلوس، غير لما نكلم فئه كلاس B او B بلس او حتى كلاس C لو انا منتج شعبي او منتج يا دوب ممشي حاله، صح؟ فكل شريحه من دول هكلمها بطريقه. انا على سبيل المثال انت بتبيع سوت، بتبيع بدله سوداء، حاجه بسيطه اهي. البدله السوداء دي بيلبسها شاب صغير عنده 20 22 عام، وممكن نفس البدله يلبسها واحد عنده 45 عام، صح؟ هل الشخص اللي هتلبسه البدله تعمل بيه الاعلان سواء في الصوره او في الفيديو، لما تيجي تبيع للشاب اللي عنده او للرجل اللي عنده 40 عام، هتلبس شاب صغير عنده حاجه 20 عام؟ مش هيشوف نفسه فيها، مش هيشتريها. فانت لازم تبقى عارف كل تفاصيل الشريحه بتاعتك بالظبط.